السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده هريسة الشطة. تمام، هنعملها بفلفل حامي بس. برضو هتنفع معاكي في التجهيزات بتاعة رمضان، بتبقى حلوة جدا. تعالوا يلا نبدأ مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. معايا هنا حوالي كيلو من الفلفل الأحمر. طبعا كمية بقى اللي انت حباها. انا هعمل ايه؟ انا غسلته كويس جدا ونشفته من المية. تمام، علشان خاطر المية لو في مية فيه هيبوظ منك بسرعة، مش هيقعد معاكي وقت. تمام، فهقولك على طريقتين: طريقة هتخزني بيها رمضان، وطريقة تفضل معاكي في التلاجة. اولا كده هجيب الفلفل بتاعي، هشيل القمع بتاعه دوت، وبصراحة مش هفتحه لاني آه بيبقى لما بتفتحيه بيبقى يعني ايدك هتحسي بيها بتحرقك كده من الشطة. تمام، فاحنا هنعمله بالبذر بتاعه، مفيش مشكلة. تمام، اهو انا هقطعه كده في الكبة بتاعتي. هقطع الكمية على قد ما الكبة تاخد، وهطحنهم طبعا على مراحل. تمام اهو. تمام كده، هفرمهم بقى واوريكم بعد ما هفرمهم انا عملت ايه دلوقتي. المفروض ان انا حطيت توم معاهم، بس ما تصورش معايا. انتي هتحطي معلقه من الثوم تكون كبيره مع الكميه بتاعه الكيلو دوت. تمام، او نص راس ثوم لو انتي ما عندكيش ثوم مفروم. ماشي، بصفيها كده من الميه بتاعتها. يعني انا خلاص طحنت الكميه بتاعتي كلها، ودي الميه اللي اصطفت من الفلفل. تمام كده، هعمل ايه بقى؟ معايا هنا ليمون، هعصر كده ليمونه كبيره. تمام اهو، عايزه تزوديها مفيش مشكله. انا حاطه كده هنا ليمونه كبيره. خلاص، التوابل بقى بتاعتي توابل بسيطه جدا: شويه من الكمون، شويه من الكزبره، يعني حاجات لا تذكر، معلقه صغيره من كل حاجه. اهو حطيت كمون، حطيت كزبره، هحط معلقه من البابريكا. تمام اهو، كلهم معالق صغيره لان الكميه طبعا مش كبيره، فمعالق صغيره. نص معلقه كده من ملح الليمون، تمام، بيبقى زي مادة حافظة. وطبعا حطيت ملح ابيض، وهحط كده معلقتين صغيرين من الخل. تمام، هقلب كل الكلام ده بقى مع بعضه. واهو ادي الملح بتاعي والسكر كمان، حطيت معلقه كبيره سكر ومعلقه صغيره من الملح. خلاص اهو، هنزل بقى بشويه زيت. يبقى التوابل اللي حطيتها: معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره، معلقه صغيره من البابريكا لان احنا عاملين كميات صغيره، معلقه صغيره من الملح، نص معلقه ملح ليمون، معلقه من السكر، و هنزود بقى زيت. اهو قلب كده حلو. ماشي، طيب لو عايزه بقى تحفظيه زي ما انا هحفظه كده في التلاجة من تحت، بيقعد معاكي مثلا من اسبوع لاسبوعين لان الدنيا شتا يعني. طيب لو عايزه احفظه رمضان، لو عايزه احفظه رمضان بحطه في اكياس بلاستيك. تمام، وافرده فيها وبدخله في الفريزر، واطلع على قد استعمالي، بكسر كده حتت لان انا ببقى فرداه كويس جدا، وبستعمل منه وقت ما انا عايزه. بصوا شكلها بجد حلو قوي اهو، وبسيطه جدا وما خدتش معاكي اي وقت. واعملي كميه وخليها رمضان، هتنفعك جدا في التتبيلات، في الاكلات اللي بتبقى محتاجه لها هريسه، في انواع الكفته، بتنفع في حاجات كتيره جدا. وهي وصفه والله مش بتاخد اي وقت خالص. تمام، حاجات بسيطه ولكن هتوفر عليكي وقت كتير ان شاء الله. زي ما قلت لكم هتحفظيها في الفريزر لو هتشيلها رمضان، لو هتحطيها في التلاجة هتقعد معاكي من اسبوع لاسبوعين ان شاء الله، لان الجو الشتاء. جربوا الوصفة، الطريقة سهلة. استنوني في وصفات تانية وتجهيزات تانية لرمضان. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله.